الفل يا شباب، ده جي 5. واقف طبعا على اثبات صحة ملكية. فهنبدأ الشغل على طول. هنرجع نجيب مكالمة طوارئ، ندوس نجمة شباك 0 نجمة شباك. هنخش في القائمة دي، بعدين نفتح الأداة المجانية بتاعتنا. بعدين هنخش على تيست مود، ندوس على أول واحدة وهنستنى هنا لحد ما تقرا البيانات بتاعتها. وطبعا زي ما احنا هنا على اللوجو، زي ما احنا مش هنتحرك ونعمل حاجه، خلينا زي ما احنا. هو ابتدى يقرا اهو البيانات بتاعته. هنا بيقول لي انت تدوس على الزرار كذا، خلاص احنا دوسنا على الزرار كذا، خلاص مفهوم. تعمل كانسل تحت وتستنى. هنا هو بيقول لي علم على موافق عشان يقدر يكسر الاي دي بي، وهنرجع تاني وهنا يبدأ شغال اهو. وانتم ملاحظين الجهاز، شايفين اللي بيحصل في الجهاز، دخل على الضبط لوحده من غير ما اعمل اي حاجة. بعد كده هيقفل وهيرستر الجهاز، ولان الجهاز اتفتح من غير اي مجهود. فالأداة دي بصراحة أداة تحفة. شكرا للمجموعة اللي عملته، فريق سام فورموير. بصراحة ناس محترمة، والموضوع مش بياخد معاك غير دقيقتين ونص بالكتير قوي. في أجهزة سامسونج الموضوع بسيط جدا. أنا معاك أهو لحد ما يفتح الجهاز، شايفينه؟ هذا الموضوع خلص، مفهوش أي حاجة. بس دي كل الحكاية، ويا رب نكون أفدناكم. موضوع بسيط أوي، من غير بقى ثغرات ومن غير أي حاجة. بس لازم يكون عندك إنترنت، عشان الأداة دي ما بتشتغلش غير بالإنترنت. هتلاقيها متوفرة من خلال البحث بتاعك على جوجل. حبايبي، يا رب أكون أفدتكم.